المقادير هاد الكيك: 2 كيسان ديال الدقيق، و 2 ساشي ديال الكاكاو ولا 2 معالق كبارين، ومعاهم 2 خمارات اللي هي 7 غرام في سبعة ديال غرام البيض. يعني 14 غرام. يمكن لكم غادي ديروها ناخدو في اناء في كرب اخر، هادوك الربعي. نغربلهم مع غادي ندير بعضياتهم هذه في اناء سكر اخر. سنيده، 2 بيضات، كاس ورق سكر مخلوط، سنيدة، نزيدو البودره ديال الفاني، معلقة ديال بودرة الفاني، قبيصة ديال ملح، الملحة، قبيصه صغيره د الملح. كاس نخلطو مزيان، غادي نزيد ديال الزيت الزيت اولا كاس العروب، ونزيد الحليب وكاس ديال دائما الحليب. وانا كنخلط. النواشف اللي هي نخلطوهم الدقيق مزيان ونضيفو ليهم والخميره هادوك النواشف اللي والكاكاو، غربناهم من وانا قبل. كندخلها في هذا الخليط اللي عندي سائل كامله تولي عندي القوام ديال الكيك. اخر حاجه غادي نزيد هي معلقه ديال الخل. هذا اللي خديت اطار عندي فيه 24 سنتيم، يمكن لكم تاخذوا ما بين 24 و 28 سنتيم على حسب العلو اللي نتوما باغين والكبر اللي نتوما باغين، كيف ما يمكن لكم ديروا مول. المهم هو انكم تقدروا تهزوا الكيك من التحت لان غنبغيو نهزوه من بعد. القطر ديال المول كيكون 24 سنتيم. بالنسبه للطبقه الثانيه غادي نديرو سميت نص باش كنديروا كاس. الحرشه، نص كاس ديال السكر سنيده، 2 كيسان ديال الحليب، بنفس الكاس 2 كيسان ديال الكوك اولا جوز الهند، وعندي معلقه صغيره ديال هنايا في كاسرونه غادي ندير 2 كيسان ديال الحليب، نزيد عليهم سكر سنيده، نزيدو سميد مع الكوك، غادي نزيد شويه ديال بودره الفاني باش نعاودو نطيبوها. هنايا بحال كنطيبو هذيك السميده وحتى الكوك كيتشرب معنا هذاك الحليب وكتجي هذيك الطبقه ما ناشفاش. الكيك بعد ما طاب خرجتو من الفران كيف ما قلت لكم كنقلبو غير كيخرج عندنا العويد ناشف صافي. راه خرجتو من الفران كيف ما قلت لكم كنقلبو غير كيخرج عندنا العويد ناشف صافي راه وجد. انا هنايا غادي ناخذ 200 غرام ديال الكريمه ندوبها مع 100 غرام ديال الشكلاط. بعد ما ذوبتهم ولاو على هذا الشكل غادي نجي ونفرغوا فوق من هاد الطبقه. رجعت الاطار باش يجيونا 3